السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اختار لك معايا. تعالوا يا جماعة نشوف ايه حكاية أميرة الذهب. 360 ثانية بس كشفت حيلة 3 سيدات لسرقة الذهب. ده الخبر اللي حابين ننقله لكم. حاولوا يسرقوا الذهب من محل مجوهرات مشهور، بس الحمد لله مفيش 360 ثانية إلا لما اتكشفت حيلتهم، والحمد لله تم معرفة السرقة بتاعتهم. فيديو، كل الحكاية إن فيديو مدته 360 ثانية نشرته ملكة المحل، محل أميرة الذهب. ده محل مشهور للمجوهرات. كشف حيلة 3 سيدات لسرقة خاتمين، ورصدتهم الكاميرا أثناء ما بينفذوا الخطة بتاعتهم. ازاي بقى واحدة تولت الاختيار ما بين عدد كبير من الخواتم، والتانية تولت التحدث مع البائع لإلهائه، حتى نجحت واحدة في استيلاء على خاتمين. وأظهر الفيديو السيدة أثناء وضع الخاتم الأول في حقيبتها خلسة، وبعد دقايق صغيرة استولت على خاتم تاني وأخفته في بقها، ثم أخرجته لتخفيه من بين إيديها وانصرفت برفقة صديقتها. بينما التالتة فضلت تتكلم مع البائع لثواني، وأخرجت رزمة من المال عشان توهمه إنها هتشتري، وبعد كده أعادت المال إلى حقيبتها وانصرفت. بعد فترة قليلة خرجت أميرة الذهب لتعلن في فيديو آخر إنها تمكنت عن طريق بعض الأشخاص اللي أرشدوها عن هوية إحدى السيدات، تمكنت من استعادة الخاتمين، لأن قام زوج السيدة بإعادة الخاتمين لها، ولم تحرر مالكة المحل محضر بالواقعة. اكتفت باستعادة مسروقات اللي بلغ وزن الخاتمين 28 جرام ونص، ووصل ثمنهم حوالي 63,000 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أول ما اتنشر مقطع الفيديو تم التكليف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحريات وجمع المعلومات، حيث تمكنت مباحث أكتوبر بالتعاون مع مباحث المقطم بالقاهرة إلى التوصل لهوية المتهمات، وتبين إن هما بيتعاونوا مع رجلين. فتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وتم القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكاب عدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة. وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن توثيق قيام 3 سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل المصبوغات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، عبارة عن 3 سيدات لهم معلومات جنائية، وواحدة منهم مطلوب التنفيذ عليها في 9 أحكام قضائية، وشخصين كمان كانوا معاهم، وكان في حوزتهم مبلغ مالي وعدد من المشغولات الذهبية اللي هي حصيلة السرقة من المحل المشار إليه. وبمواجهتهم طبعا اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات المصبوغات بأسلوب المغافلة، وقيامهم بالهرب باستخدام سيارة قيادة وملك الشخصين المذكورين. وتم إرشادهم وضبط المضبوطات بتاعتهم. وده صورة السيدتين هم من ال3 سيدات. بس ده خلاصة موضوع أميرة الذهب. نتمنى إن الناس تخلي بالها يا جماعة، ويا ريت حتى والكويس قوي إن كاميرا المراقبة يعني أظهرت الكلام ده، الحمد لله الحق رجع لأصحابه. شكرا ليكم المتابعة، وشكرا إن انتوا وصلتوا معايا الفيديو لغاية الوقت ده، معناها إن انتوا كملتوا الفيديو معايا للآخر. شكرا ليكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.